تصريحات انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي عن الاهلي وعن جمهور الاهلي انا مش هعتبرها تصريحات، انا هعتبرها شهاده موثقه، اعتبرها بهذه الشهاده ان النادي الاهلي فعلا هو اكبر نادي في افريقيا. اقول فعلا بهذه الشهاده اللي قالها انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم ان النادي الاهلي فعلا هو نادي القرن. النادي الاهلي يا جماعه انفانتينو هو اللي بيتكلم عليه، مش انا ولا انتوا ولا اي حد اهلاوي اللي بيتكلم عن النادي الاهلي. خدوا بالكم الكلام يا جماعه، رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وبيقولها في مؤتمر عالمي العالم كله بيتفرج عليه، مش بيقولها وهو قاعد في المكتب ولا وهو قاعد مع حد في المدرج، لا ده بيقولها في مؤتمر صحفي العالم كله بيتفرج عليه. بيقول لك النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا محقق القاب، بيقول لك النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا محقق بطولات، بيقول لك النادي الاهلي اكبر نادي ليه جمهور في العالم، بيقول لك النادي الاهلي اكبر نادي ليه جمهور في كل حته في العالم، بيقول لك جمهوره مرعب. ده مش انا اللي بقول يا جماعه، انا لما شفت تصريحاته قلت لا دي مش تصريحات، دي شهاده موثقه، شهاده موثقه التاريخ سجلها. والحمد لله انفانتينو مش هيجامل النادي الاهلي، الراجل بيقول لك احنا كلنا فخورين ان النادي الاهلي بيشرفنا في البطوله، ان النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، بيقول لك ده فخر لينا. النادي الاهلي يا جماعه مش بيمثل نادي عادي، النادي الاهلي يعتبر بيمثل افريقيا. خدوا بالكم من الكلام عشان لما باجي اقول للناس النادي الاهلي لما بيلعب في بطوله بره يعتبر فخر لمصر، بيعتبر فخر لكل العرب، بيعتبر فخر لافريقيا. في ناس بتقول لك انت بتجامل النادي الاهلي. يا عم طب انا بجامل النادي الاهلي وانفانتينو بيجامل النادي الاهلي؟ رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بيجامل النادي الاهلي؟ دي مش تصريحات، دي شهاده موثقه دخلت التاريخ والتاريخ سجلها بشهاده رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. بيقول لك النادي الاهلي يعتبر اكبر نادي في افريقيا، بيقول لك النادي الاهلي نادي القرن، النادي الاهلي يعتبر اكبر نادي محقق القاب في افريقيا، اكبر نادي محقق بطولات. انت عايز ايه تاني بعد الكلام ده؟ ما اسمعش حد يجي يقول لك ان في نادي اسمه نادي القرن غير النادي الاهلي. ما اسمعش حد يقول لك ان اكبر نادي في افريقيا اي نادي تاني غير النادي الاهلي، لا، اكبر نادي في افريقيا هو النادي الاهلي. النادي اللي محقق البطولات في افريقيا اكبر عدد بطولات النادي الاهلي. نادي القرن في افريقيا هو النادي الاهلي، فخر لكل المصريين هو النادي الاهلي، فخر لكل العرب. مفيش كلام تاني يتقال يا جماعه، دي مش تصريحات والله، ما دي ما تصريحات، دي بفضل ربنا شهاده موثقه. من مين؟ من رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. والحمد لله ولا هيجامل الاهلي ولا هيجامل جمهور الاهلي، وهو مش اهلاوي، بس دي شهاده موثقه قالها في مؤتمر صحفي قدام العالم كله، العالم كله بيتفرج عليه. أزمة حسام عبد المجيد والتجديد مع الزمالك. بصوا يا جماعة، حسام عبد المجيد مش هيجدد تاني مع الزمالك، وهو رافض الكلام ده، وكيل أعماله قال لك فعلا هو حسام مش هيجدد مع الزمالك. ولكن حسام بيقول لهم أنا جاي لي عرض بره مع نادي ساسكا الروسي اللي هو في موسكو، ولكن هم خايفين اللي هو يروح الأهلي. قالوا له طب جدد واحنا نبيعك ليه؟ قال لهم لا، أنا شهر يناير خلاص هبقى لاعب فري وأروح أحترف في نادي ساسكا الروسي. فقالوا له لا يا حسام انت كده رايح الاهلي. قال لهم لا يا جماعه، مين قال لكم رايح الاهلي؟ ده انا رايح نادي ساسكا الروسي. فحازم امام وميدو باصمين بالعشره ان السيناريو اللي حصل مع زيزو هيحصل مع حسام عبد المجيد، وهم عارفين ان حسام عبد المجيد خلاص كده رايح الاهلي. والكلام اللي هو بيقوله اللي هو رايح ساسكا الروسي دوت كلام يعني الاختيار رقم 2، يعني لو الاهلي ما خدوش خلاص هيروح روسيا. بس هو حاسبها بدل ما نادي ساسكا الروسي او النادي الاهلي يدفع لنادي الزمالك وياخده لو هو جدد، قال لك لا بقى فري والفلوس كلها تروح لمين؟ لحسام عبد المجيد. طبعا هنا لقينا ميدو وحازم امام بيقول لك طب هنعمل ايه نجمده؟ فراح حازم امام رد على ميدو قال له طب احنا هنجمد، ده في كذا لعيب مش عايز يجدد. حسام عبد المجيد صرح قال لك يا جماعه انا عقدي مع نادي الزمالك يعني يعتبر باخد 1.5 مليون في الشهر ما بيكفونيش. قال له 1.5 مليون ما بيكفكش؟ قال له اه والله ما بيكفونيش. قال له ده انا كنت مستلف من زيزو 50,000 عشان امشي نفسي بيهم اخر الشهر، وكمان رحت برنامج بتاع رامز، الفلوس بتاعت رامز اللي خدتها في البرنامج اللي جه في رمضان هي يا دوبك اللي عرفت تمشيني، انما نادي الزمالك انا مش لاقي معاه فلوس، فعشان كده مش هجدد تاني لنادي الزمالك. طبعا كتير من جماهير الزمالك زعلانه، يا حسام امضي يعني العب طيب وروح الفالنه والكلام ده كله. طبعا حسام رد قال لهم يا جماعه الكلام ده في الزمن اللي احنا فيه مبيبقاش اكل عيش وخلاص، هو يا اما اروح نادي ساسكا الروسي يا اما اروح اي نادي. فطبعا ميدو وحازم امام عارفين ان حسام عبد المجيد في يناير الجاي يعني خلال 6 شهور هيمضي ويروح الاهلي.